ادخل في القصيدة يقول: تستفتني جنيتي عما جرى وأجيب في تيه الربيع مجلجلة، في رأسها نصف حياتي ونصف سم بآخره تنوح مولولة، فلتسألي إني لعمرك سائل، فالعلم بضع في بطون الأسئلة، قد علم التاريخ في من قبلنا درسا لحاضرنا ويضرب أمثلة، ما يعلم التاريخ فينا جهل تبني له في كل ريع مزبلة، عذرا أيا تاريخ وأنت معلم وأنا حواري وعندي مسألة، هل ديننا عسف يقود رجاله أم ديننا يسر يقاد بمثقله، تهفو إليه نفوسنا بمساجد لله تسجد خشعا متذللة، والكل يحشر وحده وكتابه يأتيه في يوم طويل مذهلة، الأم تذهل فيه عما أرضعت والحمل يسقط من بطون الحملة، فأجابني التاريخ وأن صدقتم عباد عجل ظلل ومضللة، ما بين علمانية أحمر قلبه أو ضبع دين قابع في مدفلة، تركوا كتاب الله خلف ظهورهم وسعوا بأم كتابهم لا أم له، أحضر فؤادك واستمع لمعلم لا يدعي علما به لا رأي له، الدين فلك إن يزين شراعه يسرقه ربان الملوك بجلجلة، والدين ليس صحائف مطوية ملئت بزخرف من يجيد البلبلة، الدين تقرأه عقول أولي النهى في النازعات وفي الضحى والزلزلة، والتين والزيتون أقسم ربنا والطور والبلد الأمين مكملة، في أحسن التقويم أبدع خلقه ثم رددناه ليبلغ أرذله، فاقرأ بنفسك إن أردت تبصرا في أضيق الحرفين ربك أوله، إن كان في ثم فؤادك فارغا قم واستعذ بالله قبل البسملة، واقرأ لنوح سورة في صدرها أطواركم في آيتين منزلة، أو كنت في الأطوار لا تدري تجد في سورة الحج بيان مفصلة، الذكر إن سكن الفؤاد يلينه لو كان صلدا في جبال سلسلة، هذا كتابي فاقرأوا إن شئتم أو شئتم فلتقذفوا في المرجلة، ويلملم التاريخ كل متاعه يطوي كتابا فيه ما قد سجله، وسوامع الآذان رقم كهفها وشواهد الأعيان شخص مذهلة، هذا هو التاريخ يا جنيتي يمضي ويهمل كل من قد أهمله. يمضي ويهمل كل من قد أهمله.